السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. معكم محمد المحلاوي صاحب شركة إمجيلس إصلاح الأراضي بالفرافرة. إحنا النهاردة هنتكلم على الأرض ب 6000 جنيه. أنا قلت لكم كيلو من الطريق الأرض ب 6000 جنيه. الأرض المزاد قديم، مزاد قديم يعني إيه؟ يعني تبقى 23 قسط. خلاص، أنا قلت لكم الأرض نزل عليها أقساط. قلت كمان إن إحنا دافعين المقدمة للدولة ودافعين قسطين من تمنها. خلاص، وبقول الارض عليها 3 اقساط. خلاص، في ناس حاقده فيقول لك ازاي ارض بخمس اقساط بس دافع 2 وعليها 3؟ ما احنا قلنا مش هو الناس اللي بتلعب بالالفاظ وبتحاول تشوه في محمد المحلاوي عشان تسحب رجلين الناس لحته تانية. الناس دي حاقده وحاسده. انا قلت والناس كلها عارفه، يعني الناس كلها عارفه ان المزاد 23 قسط. لما اقول لك انا دافع قسطين وباقي 3 يبقى باقي 3 من المستحق. ما هو الاقساط اللي نزلت خلاص. الارض بيبقى 23، طب اتدفع 2 يتفضل 21 عليها 3. لما يتدفعوا الثلاثه من 21 يبقى عليها 18. انا بفهم الناس، وفي ناس ماشيه ورايا عماله تحقد عليا وعماله تحسد فيا. يعني هو صعبان عليه، انا بعرض 1000 هنا و500 هنا و2000 هنا و3000 هنا، فهو صعبان ازاي محمد شغال. يا جماعه انا ما عدتش بصور المعاينات عشان الحقد والحسد. انا ما عدتش بصور واحد اللي هو جاي ياخد في الارض اللي جاهزه على الزراعه 5 فدان بس عشان ما حدش يشوفني وانا ببيع 100 فدان. يقوم هو قلبه يولع يحسبها، يقول لك ده كسبان بقى كسبان 5000 في الفدان، ها، في الجاهز على الزراعه في 100 ب 500000 يولع. لا، انا بقول لك اشتغل، اجتهد. انا بقول للحاقد بتاع الواحات، الحاقد اللي هو بيدعي ان هو مهندس وايديه مقرحه من كتر حش بالشقرف. الايد الشقيانه مش عيب. النبي عليه الصلاه والسلام مسك ايد شقيانه وقبلها وقال اليد هذه لها الجنه. بس ما يدعيش ان هو مهندس ويدعي ان هو بيخاف على الناس وبيدعي. ولما تقول له انت زعلان ليه ان هو بيبيع ب 6000 يقول لك اصل مش معقول. ايوه فعلا مش معقول، لان انا جنبي ناس بتبيع ب 15 وب 20. طب ليه انت بتبيع ب 6 يا محمد؟ ما احنا واخدين الارض دي من الدوله يا جماعه. قلت لكم زمان الارض زمان كانت لها قصه. بندفع 20% من القيمه الايجاريه. القيمه الايجاريه 1700، اما تدفع منها 20% يعني كام؟ حوالي 300 جنيه. 300 جنيه في 3 سنين دافع 900 جنيه. كلام فاضي. انا ليه اغلي وانا دافع ثمن ضعيف؟ مدفوع لها قسطين للدوله، واخده كام القسط؟ 1720، حوالي 3400. 3400 وهناك كام؟ 1000 وكام؟ يعني مثلا 5000 جنيه مثلا. فيها ايه لما اكسب قليل انا وشركاتي؟ هو انا لازم اكسب 15000 جنيه في الفدان؟ انا في ناس بايعه جنبي ب 25. لازم اكسب كتير عشان اوريك ان انا ورقي قانوني؟ اولا عشان احسم الجدل في الامر ده اهو، اللي هيجي ياخد عندي هكتب له في العقد ان انا مش هاخد فلوس، لان هو بيقول لهم الارض اتسحبت. الارض ما اتسحبتش لان احنا زارعين 500. خلاص، بس المحافظ نزل اقساط، دفعنا 2 وباقي 3. انا اللي هيجي يتعاقد معاه اقول له تعالى الاول ادفع فلوس الدوله وانقل لك الارض باسمك. حلو كده. ونكتب البند الثاني بقى يتم دفع فلوس الطرف الاول، يعني هو يدفع لي يعني بعد 15 يوم من تاريخ التعاقد، او من 15 يوم من تاريخ تسديد اقساط الدوله. عشان الحاقد بيقعد يحارب فيا. منزل فيديو يقول ايه؟ الناس لما بتروح له يقول لهم طب هروح اجيب لكم الورق، ويروح يخش الحمام. يا اخي اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. انت عمال بتحط تخش فيديو تقعد تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يعني انت بتدعي انك عندك دين. اللي عنده دين ما يجيبش سيره حد. من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه. وانت تقول لا انا بتكلم عام. بتتكلم عام ازاي وانت قايل الارض بتاع محمد؟ ما هو محمد، هو في مين محمد في الفرافره غيري ويبيع ارض ب 6000 جنيه غيري في الفرافره؟ الارض ام 6000 اللي على طريق التلاوي، ما هي دي ارضي. ما هو كده، ما انت قلت اسمي، رديت تقول اللي هو بيخش الحمام اللي على مكتبه كتاب مش عارف ايه. يا اخي اتق الله في نفسك. انا بقول لك انا عارف انت حاقد وحاسد عايز ازاي صعبان عليك ان انت بتبيع هناك 15 بتسمسر الفدان اللي هو الوضع اليد اللي هو 8 4000، ها، تاخدوه من الناس ب 4000 وتقول له اللي مالكش دعوه انا هبيعه لك زي السوق ب 15000.
يقوم وعندكم بقى البير على 10 فدان و20 فدان، مش زي عندنا هنا البير على 100. فانتوا سمسارتكم ضعيفه، بعت 10 فدان فهتقول للزبون 15,000، يبقى انت قايل للراجل هجيب لك 4,000 ومالكش دعوه بالباقي، تاخد 11,000 في الفدان، تقوم بيعه كل سنتين 10 فدان ولا حاجه، طلع لك 100,000 جنيه. بس ما بتغيب، يعني ربنا ما بيباركش فيها، بتجوع تاني وما بتبيعش تاني، لان الناس عارفه احنا هنا عندنا هنا واخدين الارض، بنبيع، بناخد رخيص، بنبيع رخيص. انا برضو في اول ما جيت الفرافره فالدان كانت بتتباع ب5 وب7 ومش عارف ايه، لقيت نازل ب2000 جنيه، الناس قعدت تحارب فيا برضو كده، وقعدت طلعت رديت وقالوا ما عندوش شركه. صورت من الشباك بتاعي وصورت الشارع وقلت يا جماعه انا شركتي اهو، مكتبي اهو، انا بقول لك ان شركتي اللي كنت جاي هنا شركه واحده بقوا 3 4، بدل ما كانت ام جي بقت ام جي الخير وام جي بلس كذا حاجه. مش عايز اقول لك على الباقي عشان عندك الحقد شديد. مش عايز اقول لك ان في مستثمر خليجي انا بخلص له 12,000 فدان دلوقتي. مش عايز اقول لك ان في جريده قوميه انا بخلص لها 4,500 فدان. انا مش عايز اقول لك ان انا شغال عشان الحقد بتاعك، بس انا طالما انت الحقد ده بيقضي عليك، انا هقول لك عشان تورم. هقول لك ان انت تكسبه في عمرك، انا بكسبه في 3 ايام. ليه؟ لان انا بتعامل بما يرضي الله. يجي واحد يقول لي انا هتجيب لي ارض من الدوله يا محمد وهديك 500 جنيه في الفدان، اقول له لا انا باخد 100. يتغاظ 100. واحد بيقول لك هديك 500 انا اخد 100، هو الاقيه هو اللي بيجيب لي ناس بقى تاني، ده في راجل امين وفي كذا وكذا، يروح جايب لي الناس التاني. بيجي عند الزبون بتكلم معاه باسلوب عادي، ما بقعدش اطبل للزباين، وعادي جدا، وعمري ما اتصلت بزبون. يعني الزبون بيتصل علي عمري ما اتصلت، ربنا يبارك لي في دول عيالي. انا جايب الفيديو ده ليه؟ لان في ناس كانت عماله تحاربني تقول له الارض اللي بيضه، الارض اللي بايظه، الارض ما بتعمل. ده البرسيم، ادي بنتي وده ابني ودي زوجتي. خلاص انا بقول الارض فيها برسيم اهو، وانا زارع انا برسيم ليه. خلاص قعدت احارب فيهم، عمال يحارب. قلت له يا جماعه الناس اللي بتقول ارض بايظه، الناس اللي كانت بتقول عليها ارض بايظه دول ما نقولهمش حد يعبرهم في الفرافره، نقلوا لحته تاني. انت بقى ان شاء الله باذن واحد احد كده خلاص. الفيديوهات بتاعتي وانا عمال اتكلم على الواحات وبقول الارض بتتباع في الواحات ومفيش ورق قانون الواحات، انت كده هتجيب القرف للواحات. يقوم الدوله بدل ما هي سايبه الناس زرع عندك ومش واخده بالها من الواحات، تيجي جري كل اللي على ارض، تروح هي الدوله بايعاها لناس تاني، او تقول له هات فلوس الارض ديت 10 اضعاف. لان وبعدين القانون اللي اتسن في مجلس الشعب من سنه او 2 بتاع وضع اليد بيقول ايه بقى؟ بيقول لك اي واحد يعتدي على ارض الدوله، تمام، الحبس، مش عارف الحبس سنه ومليون جنيه، او يعني العقوبتين او احدى العقوبتين. وطبعا وازاله البير والطاقه والحاجات ده على حسابه. معظم ارض الواحات من 2017 بيبيعوا لبعض كده ارض وضع يد، خلاص، وتعالى ابني وازرع ولا حد هيتكلم. طبعا ده غلط. انا لو واحد، انا مستحيل. ما انت عندك الشيخ سالم عبد الرحيم سالم الواحي، ما هو من الواحات، ساب الواحات وجه قعد في الفرافره وبيتاجر هنا، بسم الله ما شاء الله، عنده 50,000 فدان. الشيخ سالم الواحي مش متعلم بس محبوب من الناس، خلاص. الشيخ راجل طيب. انا بيع له. انا كان عاملين مبادره مع الدوله هو والدكتور ساهر، وانا كنت ماسك المبادره 55,000 فدان كنت تسويق. فانا بقول لك انت نايم. انت بدل ما تطلع تشتغل، بدل ما تطلع تشوف حته تشتريها وتبيعها، لا، قاعد تتفرج على فيديوهات الناس وتنتقد فيهم. انت مفكر ان انت لما تهد فلان انت اللي هتتبني. انا هديت العماره اللي جنبي، عمارتي هتطلع ازاي؟ مستحيل. عمارتك عشان تطلع لازم تعمل اساس وتصرف وتجيب طوب وتبني. انت لو هديت العمارات كلها برضه عمارتك مش هتطلع، يا حاقد يا حاسد يا وارم. ده انت شفايفك مقيحه من الجوع، تتكلم عليا. انت عايز. وبعدين في واحد ممكن يقول لي يا شيخ محمد انت بتتكلم، يعني انا زعلان منك، انت بتتكلم كده. يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن لا يحب الجهر بالسوء الا من ظلم. انت ما ينفعش واحد تبقى ماشي محترم وتديله على قفاه في الشارع. ما ينفعش يبقى واحد عنده 3 4 شركات و5 وعمال مهري في الارض، وانا مش محتاج فلوس وبشتغل من الساعه 5 الصبح بالليل، وانت عمال تحسد فيه وتحقد عليه. ما هو لازم يزعل.
ولازم يزعل ويغلط فيك ويديك بالجزمه. لازم يديك بالجزمه. انا بقول لك انت عايز تعمل ايه؟ عايز توحش فيا؟ طيب يا جماعه، الارض اللي عايز يجي عندي انا هكتب له بند كده، مش هاخد منه فلوس الا بعد ما يسدد فلوس الدوله. طيب يبقى الارض لو مسحوبه يبقى مش عارف يسدد فلوس الدوله، يبقى انا مش عارف اخد منه فلوس الارض. الناس اللي كانت عماله تشكك في الارض اللي هي دي، ادي انا صورتها، قلت الارض البيضه دي طلعت برسمه اهو، هي الارض عندنا لونها كده خلاص. وقلت الدنيا ماشيه ازاي، وبسم الله ما شاء الله الارض اتنسفت واتباعت كلها وما عادش عندي منها دلوقتي. ده الراجل الطيب اللي هو الحارس اللي قاعد في الارض، مش حارس، فلاح يعني، يبقى يخلي باله من الطاقه وبيزرع لنا الارض، ربنا يحفظه. تمام. براء ابني ده من 4-5 سنين المتصور مع سعاده المحافظ عندنا في الارض، والمحافظ شايله على رجله. يا انت بتتكلم عشان تساوي راسك براسي. كله قال لي ما تردش عليه. انت بعد ما نزلت الفيديوهات الناس بعد قالت لي ما تردش عليه. هو عايزك ترد عليه عشان يعمل لنفسه قيمه. لا، انا ههزقك، همسح بيك الارض. انا بقول لك انت تافه حاقد. انا بقول لك انا هعمل فيديو تاني عن الواحات، انا هعمل شكاوي في اراضي الواحات بحيث ان الناس كلها تيجي، الامن كله يجي على الواحات، كل اللي عنده ارض في الواحات مش انت عايز تخربها هخربها لك على الكل. خلاص. انا هعمل لك شكاوي في اراضي الواحات. تعالوا شوفوا الاراضي الناس بتاخدها وازاي. عندنا في الفرافره لازم تقولوا لنا اوضاع قانونيه، وفي الواحات بتتباع الارض من غير ورق. اخلي لك كله ينزل على الواحات، رغم ان في ناس محترمه في الواحات كلها وناس بتحبين، وليا اصدقاء كتير هناك في الواحات جدا جدا، وفي ناس كتير محترمه في الواحات. انا هتكلم على الامن اللي هو مفقود في الواحات، هتكلم على العربيات اللي هي من غير نمر، هتكلم على السرقات. هتلاقيني عامل لك كامت الاغراف كده حلو كده، باعت لك كله بقى. اي واحد هناك في الواحات عنده ارض وقاعد عليها وما معهاش ورقه من الدوله، مش انتوا بتنصبوا على الناس هناك وتقولوا ايه؟ وتقولوا دي على القانون 104. هو فين القانون 144 ده؟ موقوف. ده حتى في الفرافره مش شغال. اللي عمل ورق من زمان بقى قبل 2017 خلاص. لكن عندنا هنا في الفرافره كان شغال لحد سنه 2022، لحد 12 2022، وبعد كده خلاص. لا، يقول لك ايه؟ كله يدعي الكذب. القانون 144 ايه؟ انت بتبيع له ارض وضع يد. لو انت بتقول له ارض وضع يد وبتسكت مش هياخد. احنا عندنا هنا في ناس بتبيع وضع يد عادي، بس بيقول له ايه بقى؟ انا هاخد كذا وهاجي معاك الدوله اعمل لك ورق بكذا خلاص، والارض دي كذا، وقول له ممنوع تشتغل فيها الا ما اجيب لك ورق من رسم، لان دي ارض الدوله. انا ما خدت الفلوس مقابل وضع اليد فقط، لكن دي ارض الدوله، عليك انك تعمل لها ورق وتعمل كذا وكذا وكذا. لا، انا يا حبيبي انا بشتغل بورق. انا فاتح 4 شركات في وش شرطه السياحه خلاص، وعلى الشارع الرئيسي في الفرافره. لما تمشي في اي حته في الفرافره لازم تعدي على مكتبي. انا بقول لك بيقول لي الناس ده انا بخش الحمام واقول له اللي يسالني على ورق بخش الحمام. طب ليه الحقد ده؟ ليه التفاهه دي؟ انا بقول لك بقول للمهندس احمد، بقول للشيخ موسى، للناس العاقله، يخلي الاخ ده الحاقد ده يلم نفسه، عشان المهندس احمد والشيخ موسى لو ما جانيش اتصالات ان الراجل ده يلم نفسه ويبعد عن المحلاوي، انا هقلبها كلها على الواحات، وساعتها ما حدش يلومني. انا جاي اكل عيش وباخد حاجات بسيطه. انا جايب لواحد 4500 فدان، واخد في كل فدان 100 جنيه. ربنا رضاني ب 450,000 جنيه في يوم واحد، عشان انا بمشي بما يرضي الله. انت عايزني بقى نغلي الدنيا؟ عايزني اغلي اكسب الفدان 10,000 جنيه؟ نكسب يا حبيبي 10,000 جنيه، بس بعد ما دمرك انت الاول، انت وكل بتوع الواحات. انا بقول لك لو انت ما لمتش نفسك المره الجايه هتلاقي صورتي من مكتب وزاره الداخليه، هتلاقي الفيديو من مكتب وزاره الداخليه، وانت عارف ان انا واصل وانت عارف وكل الناس عارفه ان انا واصل لفوق، ومع ذلك ما بستغلش اي سلطات. انا باكل لقمتي بعرق جبين. انا جاي البلد دي ابيض زي الشمع، بقيت اسود زي اللي هم بتوع اسوان، وده شرف. ليه بقى؟ لان انا بقوم، ما انا مش محتاج اجري هنا واجري هنا واجري هنا واجري هنا. طب انا بعمل كل ده، بسعى بعمر في الارض. انا ببقى فرحان لما الاقي عود اخضر. انا مدي ارض الواحد النهارده، وبعد 6 اشهر ولا حاجه لقيت في عود اخضر في الارض. بنرزق الطير وبنرزق البني ادمين وبنرزق كله بفضل الله سبحانه وتعالى اللي بيرزقنا. عشان برضو ما تقولش ده هو بيقول بيرزق والرزاق هو الله، يعني ايه؟
بنساهم في تعمير الارض. خلاص. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب والرزق ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. يبقى الله هو اللي بيرزق، بس احنا اسباب. انا راجل محترم، عيالي انت شايفها في الصوره قدامك اهو، اسرتي محترمه، عايش باحترامي. انا ببيع ارض ارخص واحد في الفرافره، وبقول لك الفدان ابو 6000 جنيه ده هينزل عشان خاطرك انت ل 5700، واللي هيجيني دلوقتي هياخد الفدان ب 5700، وهيتكتب بند في العقد ان الطرف الاول مش هياخد فلوسه الا بعد ما الطرف الثاني يسدد اقساط الدوله. عايز حاجه تاني؟ وريني بقى حقدك هتقول عليا ايه تاني. بس اقسم بالله العظيم لو قلت عليا كلمه سيئه تاني لقلبها عليك في الواحات، واخليك تاخد شنطتك وترجع بلدك. والله اعلم، طالما انت سيء كده اكيد انت مصايبك كتير. اكيد ما انت قاعد في الواحات عشان ما فيش امن. احنا عندنا الفرافره اكمنه في كل شارع، لو واحد عليه قضيه يجي. طبعا انت بقى لو اتحركت من هناك هتتمسك اكيد، طالما انت بتخبط قعدت تخبط في الشيخ اسامه، هتتخبط انت يعني بتبتز الناس عشان مثلا نديك رشوه عشان تسكت. احنا ما بنديش لحد رشوه يا حبيبي، احنا ما بنخافش من حد، احنا مش على راسنا بطحه. انت مش هتبتزني ويقول لي ايه ده انا كنت اجيب له زباين لو هي فعلا بستة، انا اجيب له. لا يا حبيبي، انا قلت لك انا مش عايز منك زباين. انا بيجيني زباين واحد ايه بيتنك كده وبيتكلم مش عارف ايه، يقول له تصدق الارض دي خلصت. بص انا ببيع للي جاي ياكل عيش، والبلد دي فيها ناس دخلت مستثمرين هنا كبار، انا جيت لقيتهم في الفرافره خرجوا منها بالفانيلا، وفي مستثمرين هربت لبره. ليه بقى؟ حاجه واخدها ب 2000 جنيه وعايز فيها 7000 جنيه، راح مدبس مش عارف مين في ايه. انا بقول لك كده، انا مش خايف من حاجه، انا بعمل فيديوهات علني قدام كل الناس وبقول لك الارض تاني. انت مفكر ان انا هخاف وهستخبى؟ لا، بقول لك الارض ب 6000 جنيه، واللي هيجي اجي ياخدها ب 5700 لحد يوم 30. الارض ب 5700 بعد يوم 30 هنقعد. طبعا انا ليا شركات، هقعد انا وهم اقول لهم ان الجيران بتبيع ب 15 وب 20 واحنا بنبيع رخيص، فالناس بتلسن علينا نزود شويه، فبعد يوم 30 هنزود السعر. خلاص. لكن قبل يوم 30 اللي هيجي هياخد الارض ب 5700. عشان خاطر مين؟ عشان خاطر الاخ ده الحاقد الحاسد. انا اسف، انا ما بتكلمش كده، بس زي ما قلت لكم ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء الا من ظلم. ما حدش يتوقع يديني قلم ويتوقع مني ان انا اطبطب عليه. لازم اخلع الجزمه وادي له على دماغه. ولما تقول لي ازاي انت بتدي له بالجزمه على دماغه، اقول له عايز ايه تاني؟ خلاص. انا موجود في الفرافره على طول، مستني مكالماتكم. انا اسف كمان مره لجمهوري مش للشخص، انا اسف كمان مره لجمهوري، لحبايبي، لاخواتي في الواحات. طبعا هو كده بقى عايزنا عادي بقى كل بتوع الواحات؟ لا، الواحات كلها حلوه الا واحد. خلاص. انا بتكلم على حاجات عامه. فيه واحد بيوحش المكان اللي هو فيه. طيب انت شغال ما شغال، انا جبت سيرتك؟ تجيب سيرتي ليه؟ انت مالك بيا؟ اسف تاني، مش هتكلم تاني. انا قفلت الموضوع، بس انا بكلمك يا باشمهندس احمد، بكلم الشيخ موسى، بكلم كل الناس العاقله في الواحات. الشخص ده لو جاب سيرتي تاني الدنيا هتتقلب على الواحات. انا بقول لكم اهو، انا ما حدش يجيب سيرتي تاني. اللي معاه حاجه ضدي يبلغ عني النيابه. بس خلص الكلام. سلام عليكم.